جدا. قصرين جازنا دابا فينا. النجاح هو سلوم اللي ما يمكنش انك تطلع عليه ويدك في جيبك، فالمثابرة والعمل الجاد والصبر ثم المغامرة هما شعار النجم ديالنا للصباح من بين اساطير حراس المرمى في العالم. 5 ابريل 1991 تزاد ياسين بونو في مدينة مونتريال الكندية. الابوين مغربيان من مدينة فاس، الوالد ديالو مهندس دولة واستاذ سابق في المدرسة الحسنية. فمن بعد فترة قصيرة عاد بونو مع الاسرة ديالو من اجل الاستقرار في المغرب، وبالضبط في مدينة الدار البيضاء، وهنا بدات الرحلة ديالو الرياضية. في عمر 8 سنوات بدا كيبان شغف ياسين بكرة القدم اللي كان كيمارسها مع الاصدقاء ديالو في الحي، مما دفع الوالد ديالو باش يسجلو في مدرسة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، بالرغم من رفض الاب الفكرة في البداية. ومع ذلك بعامين فقط شارك في احدى المسابقات بفضل ردود فعله السريعة والقامة ديالو الطويلة مقارنة بزملائه في الفريق، وضعوا مدرب الفريق في مركز حراسة المرمى. وهنا بدات الحكاية ديال ياسين بونو بشعار الاجتهاد والعمل دائما والتعلم من القدوة ديالو انذاك الايطالي جانلويجي بوفون والهولندي ادوين فان دير سار. تدرج ياسين بونو في جميع فئات نادي الوداد حتى وصل للفريق الاول، واصبح حارس ثاني للفريق اللي بلغ معاهم نهائي عصبة الابطال الافريقي سنة 2011. وبالمناسبة كانت هذه المباراة اول مباراة رسمية لياسين وقدام 80,000 مشجع في مباراة العودة في ملعب راديس. فمن بعدها بونو غادي يتبع الحلم ديالو بالاحتراف في اوروبا عبر بوابه نادي اتلتيكو مدريد، واخا بصالير اقل بكثير من اللي كان كيشد في الوداد، ولكن ماشي مشكل، ياسين عنده حلم وخاصو يكملو. ياسين كمل طريقه وتقاد على الحلم ديالو، الشيء اللي خلاه يوصل للهدف ويتصنف من بين افضل حراس المرمى في العالم، ويصبح ياسين بونو.